الحكاية بتبدأ بأمر إلهي واضح وصريح من ربنا لينا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني مش أي كلمة نسمعها نصدقها وننقلها على طول، لازم نتأكد الأول. مسافة الزمن: النبي عليه الصلاة والسلام عاش من مئات السنين. طب إزاي نتثبت ونعرف إن الكلام اللي بنسمعه النهاردة هو فعلاً كلامه بعد كل السنين دي؟ هنا بيجي دور علماء الحديث، المحققين اللي وهبوا حياتهم عشان يحفظوا الدين ويفرزوا الكلام. السلسلة الذهبية: إحنا في ديننا ما بناخدش العلم من ناس مجهولة. الحل كان في السند، وهو عبارة عن سلسلة من الرواة، واحد بيسلم لواحد لحد ما نوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وعشان السلسلة دي نعتمدها لازم كل حلقة تكون مترابطة، والعلماء حافظين تاريخ ميلاد ووفاة كل راوي بالظبط عشان يتأكدوا إنهم قابلوا بعض. تخيل لو السلسلة دي اتقطعت، يعني لو في راوي وقع في النص ومفيش مقابلة حصلت، السلسلة بتبوظ والحديث بيبقى ضعيف. والعلماء سموا الحالات دي بأسماء دقيقة زي مرسل، منقطع، معضل، معلق. العلماء حطوا شروط صارمة جدا عشان يصدقوا أي راوي: التقوى، العدالة، لازم يكون شخص متدين وصادق ومحترم. الضبط، وده نوعين: يا إما ضبط صدر يعني ذاكرته حديد ما بينساش، أو ضبط كتاب بيكتب اللي بيسمعه بدقة متناهية. لو الراوي حفظه سيء، الحديث بينزل فوراً لدرجة الضعيف. طب لو الراوي ده اتعرف عنه إنه كذاب أو فاسق وبيروج لأفكار غلط، كلامه بيترمي فوراً وبيسمى حديث موضوع أو مكذوب، وده أسوأ الدرجات ومستحيل يتاخد بيه في ديننا. العلماء ما كانوش بياخدوا الكلام وخلاص، دول كانوا بيمتحنوا الرواة بنفسهم، بيشوفوا دينه وحفظه وحتى مروءته، لدرجة إنهم كانوا بيرفضوا رواية الشخص اللي بياكل في الشارع، لأن ده كان بيقلل من المروءة زمان. الفرز النهائي: مقبول ولا مردود؟ في الآخر الأحاديث بتتقسم لقسمين كبار: واحد، مقبول، وده اللي بناخد بيه في ديننا زي الصحيح والحسن. اتنين، مردود، وده اللي ما بنعملش بيه زي الضعيف والموضوع. درجات الكمال: الصحيح والحسن. الحديث الصحيح ده التوب، سلسلة متصلة، رواة ثقات، وذاكرة الراوي بيرفكت ما فيهاش غلطة. الحديث الحسن زيه بالظبط، بس الراوي حفظه فيه ضعف بسيط جدا. طب لو عندنا حديث سنده ضعيف ولقينا له سند تاني ضعيف برضو بس من طريق مختلف، هنا السندين بيقووا بعض، لأن مستحيل الاتنين يغلطوا نفس الغلطة بالصدفة، والحديث بيترقى لدرجة حسن لغيره وناخد بيه. اليقين المطلق: الحديث المتواتر، ودي أعلى درجات الصحة، حديث رواه جمع كبير جدا عن جمع كبير جدا في كل طبقة. عقلياً ومنطقياً مستحيل كل الناس دي من أماكن مختلفة يتفقوا إنهم يكذبوا. ده بقى هو اليقين اللي مفيش فيه شك. لو في رواة ثقات سمعوا حديث واتنين حكوه بطريقة والتالت حكاه بطريقة مختلفة، لو التالت ده ثقة بس خالف اللي أوثق منه، كلامه بيبقى شاذ وما بينقبلش. لو التالت ده ضعيف أصلاً وخالف الثقات، كلامه بيبقى منكر ومرفوض. ساعات السند بيبان سليم وشكله 100 فل و10، بس المحققين بيكتشفوا فيه علل خفية أو أخطاء ميكروسكوبية دقيقة جدا. العلماء بيفنوا عمرهم في البحث والتدقيق عشان يوصلوا للحقيقة دي. الخلاصة والدروس المستفادة: واحد، ديننا اتنقل بأدق منهج علمي لتوثيق النصوص عرفته البشرية. اتنين، أمانة النقل، إياك تشير أي حديث على السوشيال ميديا قبل ما تتأكد. 3، لازم نقدر المجهود الجبار اللي بذله علماء الأمة عشان يوصلوا لنا الدين صافي ومحفوظ. وبالنهاية خليك دايما على نور عشان تفهم دينك صح وتشوف روعة العلوم الإسلامية بأحدث تقنيات العصر. خليك دايما متابع صفحة نور ساينس AI. مع السلامة.